السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم معاذ من قناة ميزو تي في، والرجوع تاني لحلقات السبت الممتاز. ولكن في تغير في حلقة النهاردة، وهو ان هو الحد الممتاز مش السبت الممتاز. وده طبعا بسبب مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي اللي انتهت بنتيجة 4-4. المباراة اللي كان فيها ندية وحماس كبير جدا ما بين الفرقتين. اكيد هنتكلم عن المباراة دي كتير اثناء الفيديو، وكمان استغلال ليفربول وارسنال لتعثر مانشستر سيتي او لخسارة مانشستر سيتي. النقطتين مهمين جدا. ليفربول اللي قدر ان هو يفوز على برنتفورد بنتيجه 3-0، وارسنال اللي قدر ان هو يفوز على بيرنلي بنتيجه 3-1. ولكن العكس تماما بيحصل مع توتنهام اللي تاني مره على التوالي في الموسم ده بيخسر قدام وولفرهامبتون بنتيجه 2-1 في اخر الدقائق. كلام كتير جدا هنتكلم عليه عن الاسبوع ده اللي كان فيه حماس كبير ما بين كل الفرق، وصراع الصداره اللي بيحصل ما بين 4 أو 5 فرق في البريمير ليج. كلام كتير، بس قبل ما نبدا الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير وسبسكرايب وتفعل الجرس عشان اول ما ينزل فيديو يوصلك اشعار على طول. وطبعا ما تنساش الهدف بتاعنا هو ان احنا نوصل ل 500 مشترك قبل نهايه السنه. فيلا مع بعض كده لغايه ما نوصل للهدف ده، وخلونا من غير كلام كتير نخش على الفيديو. ودلوقتي خلونا نبدأ بمباراة الجولة، وهي أكيد مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي، واللي زي ما قلت لكم انتهت بنتيجة 4-4. وطبعا أنا هبدأ بيها لأن في كلام كتير عايزة أقوله عن المباراة دي. فخلونا نبدأ بأول نقطة، وهي أكيد تشكيلة الفريقين. هنبدأ بتشكيلة تشيلسي لأن طبعا المباراة كانت على ملعب الستانفورد بريدج وهو ملعب تشيلسي. نبدأ بتشكيلة تشيلسي واللي كانت بتضم في حراسة المرمى روبرت سانشيز، وناحية اليمين ريس جيمس، ناحية الشمال كوكوريا، واتنين قلوب دفاع وهما ديساسي وتياجو سيلفا. اتنين في نص الملعب وهم كايسيدو وانزو فرنانديز. بيلعب بناحيه اليمين بالمر، ناحيه الشمال ستيرلينج، وكصانع العاب جالاجر، وكراس حربه صريح وهو جاكسون. اما بالنسبه لتشكيله بيب جوارديولا فكانت بتضم في حراسه المرمى ادرسون، ناحيه اليمين ووكر، ناحيه الشمال جوارديول، واتنين قلوب دفاع وهم روبن دياز واكانجي، وكلاعب رقم 6 في نص الملعب وهو رودري. بيلعب بناحيه اليمين فودن، ناحيه الشمال دوكو، واتنين صناع العاب وهم برناردو سيلفا والفاريز، واكيد كراس حربه صريح وهو ايرلينج هالاند. فلو بدأنا كلامنا عن تشيلسي فهنلاقي ان تشيلسي جاي من مباراة صعبة او من فوز صعب قدام توتنهام اللي كان ساعتها متصدر الدوري بنتيجة كبيرة، وهي نتيجة 4-1. وكانت مباراة يعني اسطورية بالنسبة لكل لعيبة تشيلسي واكيد بوكيتينو. فهلاقي حد بيقول لي طب ما هو توتنهام كان بيلعب ناقص وكان بيلعب 9 لعيبة. هقول لك طب هو على فكرة توتنهام كان بيلعب ب9 لعيبة وبرده كان عامل خطورة على تشيلسي. فكمجمل المباراة دي كانت مباراة صعبة وقدر تشيلسي ان هو يتخطاها. فتشيلسي عموما مع الفرق الكبيرة عامل نتائج كبيرة جدا. بوكيتينو بدأ ان هو خلاص اللعيبة بدأت تنسجم مع بعض. بوكيتينو خلاص التكتيك بتاعه طبع على اللعيبة، فاللعيبة خلاص بقت فاهمة كل لعيب مهمته ايه وهيعمل ايه لو حصل كذا. فلعيبة تشيلسي خلاص كلهم بقوا منسجمين، وده اللي انا يعني خايف منه بسبب ان خلاص احنا داخلين على يناير، فاكيد هيكون في صفقات جديدة هتدخل في الفرقة. فانا عايز الفرقة دي تفضل كده حتى في يناير. لو اشتريت 3 أو 4 لعيبة تدخلهم واحدة واحدة، ما تدخلهمش اساسي على طول. اما الناحيه الثانيه بيب جوارديولا اللي جاي من فوز قدام يانج بويز بنتيجه 3-0 في الشامبيونز ليج، وخلاص عرف رسميا ان هو هيصعد من المجموعه بتاعته. فاللعيبه بتاعته مرتاحه شويه في الشامبيونز ليج، واظن ان هو في المباراتين الجايين هيلعب باللعيبه يعني الاحتياط، مش هيلعب باللعيبه الاساسيين بسبب طبعا الجهد اللي بيقابلوه. ولكن الاثنين داخلين المباراه جايين من فوز كبير، والاثنين عندهم الدافع ان هم يكسبوا، بالذات طبعا مانشستر سيتي لان هو عارف ان في كذا فرقه بتصارعوا على الصداره. يعني عندك ارسنال، عندك ليفربول. لما خلاص عرف ان توتنهام خسرت ماتش كمان فالدنيا مريحه شويه بالنسبه لتوتنهام، ولكن برضو في كذا فرقه بتنافس معاك على الصداره، فبرضو هو داخل على ان هو ياخد ال3 نقط عشان يعني يتصدر لوحده ويبقى فوق لوحده خالص في الصداره. وبقى تبدأ المباراة، ويعني يعني حصل كده حاجات غريبة في المباراة دي. يعني يعتبر ساعة ونص أو ساعتين، يعني انت فاصل من الحياة وبتتفرج على ماتش تاريخي ما بين مانشستر سيتي وتشيلسي. طبعا بدأ التسجيل في الدقيقة 25 ايرلينج هالاند عن طريق ركلة جزاء. ركلة جزاء صحيحة قدر ايرلينج هالاند ان هو يسجلها، ولكن رجع تياجو سيلفا في الدقيقة 29 وقدر ان هو يسجل هدف التعادل عن طريق ركنية. كان في لخبطة كده في ال18، ولكن قدر تياجو سيلفا ان هو يخطفها ويسجل الهدف التعادل بالنسبة لتشيلسي، وتبقى النتيجة 1-1. ولكن رحيم ستيرلينج ليه رأي تاني، وفي الدقيقة 37 رحيم ستيرلينج يسجل هدف التقدم بالنسبة لتشيلسي. ويعني
فخلاص اللي هو اصلا الجون فاضي، حطها تاب ان على طول وقدر ان هو يخلص، وبقت النتيجه 2-1. المفروض بقى تشيلسي يرجع يدافع شويه، ولكن المباراه دي ما كانش فيها دفاع، المباراه كانت رايحه جايه، ما فيش حد استحواذه كان عالي جدا، فالفرقه الثانيه مش عارفه تلعب. لا المباراه الكره مع ده شويه، الكره مع ده شويه، فهو دي طبعا هي دي يعني حلاوه المباراه. في الدقيقه 46 قدر اكانجي ان هو يسجل الهدف، طبعا ده في الوقت بدل ضايع في الشوط الاول، وعلى فكره توقيت كويس جدا ان انت تسجل تعادل وتخرج من الشوط الثاني متعادل 2-2، فاكيد دي برده حاجه كويسه. وبالمناسبه هدف اكانجي ده هدف رائع جدا، وقدر ان هو يتعادل لمانشستر سيتي في الدقيقه 46 وقبل نهايه الشوط الاول، ونخرج من الشوط الاول بنتيجه 2-2، والناس كلها خلاص بتنهج من كتر ما الماتش جامد. وفي الدقيقه 47 على طول بعد بدايه الشوط الثاني ايرلينج هالاند قدر ان هو يسجل هدف التقدم، وتصبح النتيجه 3-2. هدف غريب برده، كره تاب ان كده، ولكن يعني هالاند مدخل الكره في فخدته بقى، مدخلها في حته ثانيه ما نعرفش، ولكن اتحسبت هدف، و3-2 لمانشستر سيتي. وفي الدقيقه 67 جاكسون قدر ان هو يسجل هدف عن طريق يعني فولو من تسديده جاليجر اللي قدر ان هو يسددها. وعلى فكره برده جاليجر عامل اداء كويس مع تشيلسي في نص الملعب، خلاص بقى في انسجام ما بينه هو وانزو فرنانديز وكايسيدو، الثلاثه مع بعض عاملين ثلاثيه كويسه في نص الملعب. جالجر اللي قدر ان هو يعني هو لقى مساحه قدامه للتسديد فسدد، والكره كانت قويه، ادرسون ما قدرش ان هو يتحكم فيها او يمسكها، فردت من ادرسون لجاكسون وقدر ان هو يسجلها، وبقت النتيجه 3-3. وخلاص بقى قلنا كفايه كده 3-3 حلو. تشيلسي اصلا يعني ما كانش يعني اكتر الناس تفاؤلا لتشيلسي ما كانتش تتوقع ان هي تتعادل قدام مانشستر سيتي، وفي نفس الوقت لعيبه مانشستر سيتي خلاص بقى يعني هم يدخل فيهم جون وبعدين يتعادلوا، نفس موضوع كده الزمالك وبيراميدز في كاس مصر. ولكن رودري كان ليه راي تاني، وفي الدقيقه 86 رودري بعد تسديده ويعني خبطت في تياجو سيلفا راحت الناحيه التانيه خالص، قدر رودري ان هو يسجل الهدف، وخلاص بقى يعني 4-3 ومانشستر سيتي وخلاص بقى، والدقيقه 86. فموضوع ان انت ترجع تاني ده صعب، ولكن بالمر كان ليه رأي تاني، لاعب مانشستر سيتي السابق. بالمر اللي برضو عايزه اتكلم عليه شويه، لان هو فعلا عامل مباريات كويسه مع تشيلسي، وهو دينامو الفريق، يعني هو اللي في كل حته في الملعب هتلاقيه بيلعب صانع العاب شويه، هتلاقيه وينج يمين شويه، هتلاقيه بيزيد مع جاكسون في ال 18 شويه، فهو بصراحه عامل اداء كويس. وبوكيتينو يعني بيعرف يستفيد منه وعارف قدراته فين، وبيقدر ان هو يحطه في المكان اللي هيقدر ان هو يطلع فيه كل قدراته، ودي طبعا حاجه كويسه وفيها كيمستري كبير جدا ما بين اللاعب والمدرب، ودي برضو حاجه كويسه وكان بيفتقدها تشيلسي في السنين اللي فاتت بسبب طبعا تغير المدربين، يجي توخيل يمشوه، بعدين لامبرد، بعدين جراهام بوتر، ولكن بدات الدنيا تتحسن شويه. بالمر اللي قدر ان هو يسجل ضربه جزاء في الدقيقه 95 وقدام فرقته القديمه والاستاد كله مليان على اخره، فالموضوع كان صعب، ولكن قدر كول بالمر ان هو يسجل الهدف ويخرج بالتعادل الثمين جدا بالنسبه لتشيلسي. وبرده واحد من اللاعبين اللي انا كنت عايزه اتكلم عليه وهو تياجو سيلفا، واللي برده عامل اداء كويس في دفاع تشيلسي، عامل ثنائيه كويسه وفيها انسجام ما بينه هو وديساسي كاثنين قلوب دفاع، وريس جيمس اللي الحمد لله رجع من الاصابه. ريس جيمس اللي طبعا هو اللي ليه الافضليه ان هو بيهاجم، كوكوريا بيفضل مدافع ورا شويه، لما ريس جيمس بيتقدم بيرجع بيبقى هو وديساسي وتياجو سيلفا بيبقوا هم الثلاثه قلوب الدفاع عشان لو في اي هجمه مرتده، وريس جيمس هو اللي ليه الحريه ان هو يطير ويرفع عرضيات ويهاجم. وده طبعا احنا عارفينه اي مدرب بيجي، لان طبعا ريس جيمس عنده يعني قدرات هجوميه كويسه، لاعب سريع ويقدر ان هو ينهي قدام الجون، فدي حاجه طبيعيه ان ريس جيمس هو اللي بيتقدم وبيرجع كوكوريا جنب تياجو سيلفا وديساسي. اما لو جينا نتكلم عن دفاع مانشستر سيتي، فبالمناسبه دفاع مانشستر سيتي عامل اداء سيء في الموسم ده، استقبل اهداف كتيره، وده اللي احنا مش متعودين منه على بيب جوارديولا. بيب جوارديولا على طول يعني هو بيسجل اهداف كتير ودفاعه كمان قوي، ما بيستقبلش اهداف كتير، ولكن الدفاع السنه دي في شويه ثغرات كده. جوارديولا عامل يعني عامل مصايب بالذات في ماتش امبارح. جوارديولا اللي اصلا بيلعب كباك شمال وبيلعب باكانجي وروبن دياز هما الاثنين قلوب دفاع، وبيلعب بوركر ناحيه اليمين، ولكن مانشستر سيتي محتاج فعلا لباك شمال، ما ينفعش جوارديولا يكمل الموسم ده كله الباك شمال، هو محتاج باك شمال جدا بالذات في يناير عشان يقدر ان هو يكمل الموسم. ساعات لو جوارديولا ما بيلعبش بيلعب باكيه، ولكن هو فعلا مانشستر سيتي محتاج لباك شمال، ويلعب بقى بروبن دياز وجوارديولا، يلعب بجوارديولا واكانجي، روبن دياز واكي، يعني هيكون في اختلاف كتير ما بين الاثنين اللي هيلعبوا قلوب دفاع، ولكن فعلا مانشستر سيتي في امس الحاجه الباك شمال.
وبس كده تنتهي المباراة بنتيجة ال4-4. وفي فرق تانية طبعا كانت مبسوطة بسبب تعثر مانشستر سيتي قدام تشيلسي او خسارة لمانشستر سيتي بنقطتين زي ما انا قلت لكم في بداية الفيديو، وهم اكيد ليفربول وارسنال. ومن هنا نروح لمباراة ليفربول وبرنتفورد واللي يعني انتهت بنتيجة 3-0 لليفربول. ليفربول اللي بيلعب السهل يعني على طول، ولكن كانت الدنيا صعبة معاهم شوية في ماتش لوتن اللي كان في الاسبوع اللي قبليه، يعني متعادل مع لوتن في ارضه. ولو انت كنت كسبت لوتن كنت هتبقى متصدر، والنهارده مانشستر سيتي تعادل فكنت هتبقى متصدر بفرق 3 او 4 نقط، فالدنيا كانت هتبقى اسهل شويه. وكنت كمان الاسبوع الجاي بعد التوقف الدولي هتلاعب مانشستر سيتي وانت فارق عنه ب4 نقط، فمعنوياتك هتبقى مرتفعه. مانشستر سيتي حتى لو كسب هيبقى في فرق ما بينك وما بينه نقطه، فالموضوع كان هيبقى اسهل شويه. ولكن حصل اللي حصل وتعادل قدام لوتن تاون، فجاي من تعادل وبعدين خسر في اليوروبا ليج امام تولوز في فرنسا. فاللعيبه جايه طبعا عايزه تكسب اي حد. وبالمناسبه على فكره البرنتفورد فرقه كويسه، ويعني مش فرق اللي هي بتخسر وخلاص او من الفرق اللي هي بتصارع على الهبوط، لا برنتفورد عاملين موسم كويس، وان انت تقدر تفوز عليهم بنتيجه 3-0 فاكيد دي دفعه قويه للاعيبه ليفربول قبل التوقف الدولي، ويرجعوا بقى بعد التوقف الدولي زي ما قلت لكم على مباراه مانشستر سيتي. محمد صلاح اللي قدر ان هو يسجل هدفين، والهدف الثالث في الدقيقه 74 جوتا. طبعا المباراه ما فيهاش كلام كتير، ولكن ابرزها هو طبعا تسجيل محمد صلاح لهدفين، والمسافه اللي ما بينه وما بين هالاند على صداره هدافين الدوري 3 اهداف بس. طبعا هالاند امبارح لما كانش سجل الهدفين دول كان هيبقى فرق اقل شويه، ولكن قدر هالاند ان هو يسجل هدفين، والناحيه الثانيه محمد صلاح بيرد عليه وبيقدر ان هو يسجل هدفين، والصراع ما بينهم قريب. ان شاء الله يقدر محمد صلاح ان هو حتى يتعادل مع هالاند على صداره هدافين الدوري. وبرده قبل ما نقفل صفحة مباراة ليفربول وبرنتفورد عايزة اتكلم عن نقطة بالذات في دفاع ليفربول، وهو فان دايك اللي خلاص رجع لمستواه اللي احنا كنا عارفينه. فان دايك بتاع 2019 اللي فاز بيه بالتشامبيونز ليج ليفربول. فان دايك اللي بيخش التحامات، اللي بيخش على المهاجم ما بيستناهوش يشوفه هو هيعمل ايه، لا هو بيخلص الموضوع على طول. وكمان متقل اللاعب اللي بيلعب جنبه، اذا كان بقى ماتيب اللي لعب في مباراة امبارح او كوناتي كمان لما بيلعب جنبه. ففان دايك رجع لمستواه، ودفاع ليفربول فعلا بقى اتقل شويه. ناحيه اليمين ارنولد اللي احنا خلاص بقى يعني السنه اللي فاتت كان في ميمز كتير عليه بسبب الشوارع اللي بتبقى وراه، ولكن الدنيا اسهل شويه لارنولد السنه دي. وده طبعا بسبب ان في لعيبه كتير بتهاجم، فارنولد ما بيهاجمش كتير. يعني ارنولد بيهاجم ولكن ما بيهاجمش بغزاره زي الموسم اللي فات واللي قبليه. يعني انت قدام في سوبوسلاي ومحمد صلاح ونونيز وجوتا، ايا كان مين اللي بيلعب كثلاثي هجومي، ولكن صلاح مثلا ونونيز ولويس دياز الثلاثه دول او الاربعه معاهم سوبوسلاي وماكاليستر، الخمسه دول بيهاجموا او الاربعه دول بيهاجموا. فيعني مش محتاج كمان لارنولد عشان يقدر ان هو يامن الجنبين بتوعه، اذا كان سيميكاس من ناحيه الشمال او ارنولد من ناحيه اليمين. نروح بقى لتاني المستفيدين من تعثر مانشستر سيتي، وهو اكيد ارسنال، واللي قدر ان هو يفوز على بيرنلي بنتيجه 3-1. المباراه اللي كانت صعبه نسبيا على ارسنال ولكن قدر ان هو يحسمها، ودي المميزات ارسنال من السنه اللي فاتت. حتى وهو مستواه وحش بيقدر ان هو يفوز ويطلع بالثلاث نقط، وده فعلا بينطبق على المباراه دي. يعني تسمع ان ارسنال كسب 3-1 فتقول ان المباراه دي كانت اكتساح بالنسبه لارسنال، ولكن لا بيرنلي كان عامل مباراه كويسه، وارسنال راح يعني بهجمات معدوده، ممكن يكون راح بثلاث او 4 هجمات وقدر ان هو يسجل الثلاث اهداف دول. فارسنال عمل اداء سيء ودفاعه برده سيء شويه في اخر كام مباراه، ولكن في الدقيقه 46 تروسرد المهاجم السوبر او اللي انا شايفه يلعب حتى على جابرييل خيسوس في ارسنال قدر ان هو يسجل الهدف التقدم الاول بالنسبه لارسنال في الدقيقه 46. وفي الدقيقه 54 براون هيل لاعب بيرنلي قدر ان هو يعادل النتيجه وبقت النتيجه 1-1. ولكن في الدقيقه 57 براسيه من سليبه يقدر ان هو يسجل هدف التقدم للمره الثانيه لارسنال. وفي الدقيقه 74 زينشينكو يقدر ان هو يسجل هدف التقدم للمره الثالثه، وبقت النتيجه 3-1، وهي دي النتيجه اللي انتهت بيها المباراه. ولكن حصل طرد كده في الدقيقه 83 لفابيو فيرا، ولكن الموضوع كان منتهي يعني 3-1 والدقيقه 83، فالموضوع بقى اسهل شويه. ارسنال قدر ان هو يكمل المباراه من غير ما يستقبل هدف تاني بعد الهدف الاولاني ده، ولكن قدر ان هو خلاص يطلع بالثلاث نقط ويكون هو وليفربول متعادلين في النقط. هنتكلم عن ترتيب الدوري في اخر الحلقه، هيكون في جدال كبير جدا عليه، ولكن ليفربول وارسنال خلاص طلعوا بالثلاث نقط بعد تعثر مانشستر سيتي. نروح بقى لمانشستر يونايتد واللي قدر ان هو يفوز على لوتن تاون بنتيجه 1-0 بمباراه برده كانت صعبه. ليندلوف اللي قدر ان هو يسجل الهدف في الدقيقه 59. انتهت المباراه بنتيجه 1-0. مباراه ما فيهاش كلام كتير، ولكن يونايتد يعني
في الدوري بقى يعني واحده واحده كده، 1-0 قدام فولهام، 1-0 قدام لوتن تاون، بياخد ال3 نقط كده بيخطفها وبيجري. مباراه فولهام برونو فرنانديز قدر ان هو يسجل كده هدف عن طريق تسديده من خارج ال 18 في اخر دقيقه، وقدر ان هو يطلع بال3 نقط. المره دي ليندلوف برده بيدي كده ضربه، ولكن مانشستر يونايتد على فكره مش بعيد. يعني مانشستر يونايتد بالنسبه لارسنال وليفربول فرق 6 نقط بس. يعني مانشستر يونايتد مستواه سيء، ولكن الفرق ما بينه وما بين التاني والتالت مش كتير، يقدر ان هو يعديها. ولكن بالمستوى ده طبعا مانشستر يونايتد مش هيقدر حتى يوصل للتوب فور. لو جينا نتكلم شويه عن دفاع مانشستر يونايتد، يعني هو تالت او رابع مباراه على التوالي في البريمير ليج يقدر ان هو يطلع بكلين شيت. هاري ماجواير اللي عامل اداء يعني تاريخي بالنسبه لماجواير، يعني بعد الميوزي اللي احنا كنا بنتريق عليه والاخطاء اللي كان بيغلطها، ففعلا لما يجي يتالق لازم احنا كمان نتكلم عليه. ماجواير عامل اداء كويس معاه ليندلوف في قلب الدفاع. يعني لو تسمع ان ماجواير وليندلوف وايفنس بيلعبوا الثلاثه مع بعض فهتقول بقى ان في كوارث، ولكن لا، على فكره الثلاثه في ما بينهم كيمستري كبير. هما الثلاثه قادرين ان هما يسيطروا على دفاع مانشستر يونايتد، وزي ما قلت لكم طالعين بكلين شيت في اخر 3 أو 4 مباريات، فاكيد دي نسبه كويسه جدا. نروح بقى لاخر مباراه معانا، وهي مباراه توتنهام وولفرهامبتون، واللي انتهت بنتيجه 2-1 لولفرهامبتون. ويعني المباراه برده كانت صعبه، ولكن لو جينا نتكلم عن توتنهام فهو في اخر مباراه فاقد 4 لعيبه، يعني هما القوام الاساسي بتاع الفرقه. وهما طبعا ماديسون اللي يعني الاصابه بتاعته هتطول شويه، ودوج اللي خد طرد في مباراه تشيلسي، وروميرو اللي خد طرد برده في مباراه تشيلسي، واصابه فان دي فين المدافع اللي كان ما بينه كيمستري كبير ما بينه هو وروميرو. فاربع لعيبه من القوام الاساسي بتاع الفرقه، وهم دول يعني اللي باني عليهم انجي بوستيكوجلو الفرقه. وبالمناسبه انجي بوستيكوجلو عامل اداء كويس جدا مع توتنهام، ولكن طبعا اللعيبه اللي انا قلت لكم عليها الاثنين المطرودين والاثنين المصابين دول اكيد هياثروا على الفرقه. تاني مباراه على التوالي بخساره توتنهام بعد الخساره امام تشيلسي بنتيجه 4-1. وولفرهامبتون طبعا في الدقيقه 3 جونسون بالنسبه لتوتنهام قدر ان هو يسجل هدف، ولحد الدقيقه 91 فوز بالنسبه لتوتنهام. ولكن في الدقيقه 91 يقدر بابلو سرابيا ان هو يسجل الهدف التعادل في الدقيقه 91. فقلنا خلاص المباراه دي هتنتهي بتعادل، وهيفقد توتنهام نقطتين بعد الخساره قدام تشيلسي وخساره 3 نقط. ولكن في الدقيقة 97 لمينا يقدر ان هو يسجل الهدف الثاني وهدف التقدم بالنسبة لولفرهامبتون ويخطف ال3 نقط، وتوتنهام يتعثر للمرة الثانية. نروح بقى لجدول ترتيب فرق البريمير ليج، ويعني في منافسة كبيرة جدا على الصدارة. فلو جينا نتكلم عن الصدارة فهنلاقي في المركز الأول معاه مانشستر سيتي معاه 28 نقطة، المركز الثاني ليفربول 27، المركز الثالث أرسنال برضو معاه نفس نقط ليفربول 27، المركز الرابع توتنهام 26 نقطة، المركز الخامس أستون فيلا 25. فلو جينا نتكلم عن الفرق ما بين الخامس والأول، يعني الخامس من أستون فيلا ومانشستر سيتي، يعني صعب إن أستون فيلا أصلا يوصل للصدارة، ولكن هنلاقي إن الفرق ما بينهم 3 نقط بس، فالموضوع سهل. ليفربول عنده الماتش الجاي بعد التوقف الدولي زي ما انا قلت لكم مانشستر سيتي، فلو قدر ان هو يفوز هيعديه وهيبقى فرق نقطتين، ولو كان قدر ان هو يفوز على لوتن تاون كان هيبقى فرق 5 نقط. فالموضوع يعني كلهم قريبين من بعض، واكتر المستفيدين طبعا ما بين ماتش مانشستر سيتي وليفربول هو اكيد ارسنال. يعني لو اتنين اتعادلوا وارسنال قدر ان هو يفوز هو اللي هيكون في الصداره. فزي ما قلت لكم في حماس كبير جدا ما بين كل الفرق. وطبعا يعني تشيلسي النهارده اتكلمنا عليهم مدحنا في كل اللعيبه، وفرقتي برده لازم نجيب سيرتها كده، فهم للاسف في المركز العاشر 16 نقطه. ولكن اظن بالاداء بتاع تشيلسي ده والانسجام اللي انا قلت لكم عليه اللي ما بين بوكيتينو والفرقه كلها او اللعيبه كلها، فان شاء الله يقدر تشيلسي ان هو حتى يوصل لاي مركز يوديه بطوله قاريه او بطوله اوروبيه، حتى لو كان الكونفرنس ليج. يعني ان شاء الله نوصل للمركز الخامس او السادس بعد نهايه الموسم. وبس كده يكون انتهى الفيديو. يا ريت عجبك الفيديو ما تنساش تعمل اللايك والشير والسبسكرايب وتفعل الجرس عشان اول ما ينزل فيديو يوصلك اشعار على طول. وقابلكم الفيديو الجاي. سلام.